في جسم الإنسان في أعضاء كل الناس بتتكلم عنها، قلب، مخ، كبد، كلى، معروفين ومتقدرين. بس في أعضاء تانية موجودة وشغالة ليل نهار بتحافظ على حياتنا من غير ما نحس، وللأسف أغلبنا ما يعرفش قيمتها. في الحلقة دي هنتكلم عن الأبطال المنسيين في جسمك، أعضاء ما بتظهرش في الأشعة ومحدش بيفكر فيها غير لما بيحصل له مشكلة. يلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف إيه هي الأعضاء المنسية. اول عضو هنتكلم عنه وهو الطحال. الطحال العضو اللي لما بنسمع اسمه غالبا بيكون فيه حادثه او خبطه في البطن، لكن انت عارف ان الطحال ليه دور مهم جدا في جهاز المناعه. الطحال بيشتغل كانه فلتر للدم، بينقي الدم من الخلايا التالفه، وبيكسر كرات الدم الحمراء القديمه، كمان بيخزن كرات دم بيضاء وجزء من الصفائح الدمويه. يعني لو حصل نزيف الطحال بيتدخل فورا، ولو الطحال اتشال الجسم ممكن يعيش من غيره، بس المناعه بتضعف وبنحتاج ناخد تطعيمات مدى الحياه عشان نقدر نحمي نفسنا. يعني رغم انه مش عضو اساسي للحياه لكنه عضو مهم جدا للصحه. تاني عضو معانا هو الزائده الدوديه. كتير من الناس بيعتبروا الزائده دي عضو فاشل او ملوش لازمه، خصوصا ان لما بتلتهب بتبقى لازم تتشال فورا. بس الدراسات الحديثه بدات تغير المفهوم دوت. العلماء اكتشفوا ان الزائده الدوديه ممكن تكون زي مخزن للبكتيريا النافعه اللي بتعيش في امعائنا. يعني لما يحصل اسهال شديد او التهابات، الزائده ممكن تساعد في اعاده التوازن البكتيري للجهاز الهضمي، وكأنها قاعدة طوارئ. بالرغم من كده لو حصل فيها التهاب شديد لازم تتشال فورا لأنها ممكن تسبب مضاعفات خطيرة. نيجي بقى للوستين أو زي ما بنقول عليهم واحنا صغيرين اللوز. اللوز دي هي أول خط دفاع في جسمك ضد البكتيريا والفيروسات اللي بتدخل عن طريق الفم أو الأنف. عشان كده بنلاقي الأطفال دايما بيصابوا بالتهاب اللوز لأنهم أكتر عرضة للميكروبات. بس هل لازم نشيل اللوز لما تلتهب؟ الحقيقة مش دايما. اللوز ليها دور مهم في تقوية المناعة، بيساعد الجسم انه يتعرف على الميكروبات ويبني المناعة ضدها. بس لو الالتهابات كانت متكررة ومؤثرة على التنفس والأكل ساعتها الدكتور بينصح ان انت تشيله. رابع عضو غامض معانا وهو الحجاب الحاجز، عضلة مشهورة عند الناس اللي بيغنوا. الحجاب الحاجز هو العضلة اللي بتفصل الصدر عن البطن، وكل نفس بتاخده العضلة دي بتتحرك عشان تسحب الهواء لجوه داخل الرئتين. لو الحجاب الحاجز اتشل او حصل له ضرر التنفس نفسه بيبقى صعب جدا. في ناس بتعيش في أجهزة تنفس صناعي عشان العضلة دي باظت عندهم، يعني رغم انها مش ظاهرة لكنها بتشتغل آلاف المرات في اليوم واحنا مش واخدين بالنا. العضو الخامس اللي تقريبا محدش بيفكر فيه وهو نخاع العظام. جوه عظمنا في مادة شبه جيلاتينية اسمها النخاع، ودي تعتبر مصنع الدم. نخاع العظام بينتج كل خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. لو النخاع بطل يشتغل الدم نفسه هينهار، الشخص بيدخل في أنيميا ونقص مناعة ونزيف متكرر. في أمراض زي اللوكيميا اللي هو سرطان الدم النخاع بيتأثر وساعتها العلاج بيبقى صعب جدا. عشان كده عملية زرع نخاع العظام بقت واحدة من أعقد وأصعب العمليات في الطب الحديث. يعني النخاع ده زي خط الإنتاج الرئيسي. في عمق المخ فيه غدة صغيرة جدا اسمها الغدة الصنوبرية، ودي المسؤولة عن تنظيم النوم من خلال إفراز هرمون اسمه الميلاتونين. يعني الغدة دي لو حصل فيها خلل يمكن تلاقي نفسك مش عارف تنام، أو بتصحى في أوقات غريبة، أو بتحس إن جسمك مش في مزاجه الطبيعي. وفي بعض الثقافات القديمة كانوا بيعتبروها عين العقل، لكن علميا هي غدة بتنظم الساعة البيولوجية لجسمك، وبرغم صغرها دورها مهم جدا لصحتك الجسدية والنفسية. وأخيرا جسم الإنسان يعتبر معجزة فعلا، في أعضاء موجودة مش عارفين قيمتها ولا عارفين ربنا خلقها ليه، لكن الحقيقة إن كل عضو مهما كان صغير ليه دور وليه قيمة. يمكن المعلومة اللي هتعرفها النهاردة تنقذك أو تنقذ غيرك بكرة.